السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأصحابي رجالة الأهلي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة وزي كل يوم معانا حبة أخبار إن شاء الله تعجبكم. قبل ما نروح لأول خبر معانا النهاردة، حابب أفكركم زي العادة باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا على أول خبر، وزي العادة ما نطولش عليكم أكتر من كده. الأهلي يواجه مودرن سبورت غدا في 9 مساء بإذن الله، الجولة الأولى للدوري العام. إمام عاشور جاهز بشكل كامل للمشاركة التدريجية في تدريبات الأهلي. رسميا غلق باب القيد الصيفي للموسم الجديد من الدوري المصري. تدعيمات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية: محمود حسن تريزيجيه، أحمد مصطفى زيزو، محمد علي بن رمضان، محمد شريف، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري، ياسين مرعي، محمد سيحة، إليو ديانج، مصطفى العش. ملف انتقال كوكا إلى قاسم باشا التركي انتهى، واللاعب مستمر رسميا مع الأهلي. فشل انتقاله بسبب رغبة النادي التركي في دفع 750 ألف دولار على قسطين عامين، وهذا ما رفضه الأهلي. رسميا الجيش الملكي يعلن ضم رضا سليم على سبيل الإعارة. الأهلي سيتحمل دفع 150 ألف دولار فقط من راتب رضا سليم، بينما سيتكفل الجيش الملكي بدفع 550 ألف دولار. مصطفى البدري وقع على عقود انضمامه إلى بتروجيت لمدة موسمين بعد فسخ عقده مع الأهلي. مودرن سبورت يحصل على خدمات مصطفى مخلوف حارس مرمى الأهلي على سبيل الإعارة. الأهلي قيد وسام أبو علي في قائمته المبدئية كإجراء روتيني، كون انتقاله إلى الدوري الأمريكي يوم 21 أغسطس سيكون اليوم الأخير الذي يسمح للفريق الأمريكي بقيد وسام أبو علي وضمه من الأهلي. لاعبنا السابق محمود متولي ينتقل إلى كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثا هذا الموسم. اتحاد الكرة يعلن منح الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية. رسميا إعفاء الأهلي وصن داونز فقط من اللعب في الدور التمهيدي، ومشاركة 60 نادي في الدوري التمهيدي الأول على رأسهم الترجي والتونسي ونهضة بركان المغربي وبيراميدز. تنزانيا تستضيف مراسم قرعة البطولات الإفريقية يوم السبت المقبل الساعة 1 ظهرا. الصفاقس يتوصل لاتفاق للتعاقد مع حمزة المسلوسي لاعب الزمالك السابق. إمام عاشور جاهز لمباراة بيراميدز. لتدعيم خط الوسط غزل المحلة يعلن ضم أحمد وحيد قادما من النادي الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. أحمد عبد القادر يتواجد في مران النادي الأهلي اليوم استعدادا للموسم الجديد. الاسباني البرتو سانشيز لوبيز مدرب احمال جديد مساعد لميغيل بليفر في الفريق قبل بداية الموسم الجديد. مروان عطية يبدأ الجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة الفتاء تمهيدا لعودته من جديد إلى التدريبات الجماعية. إدارة الأهلي أبلغت عبد القادر بأن بوسع العودة للتدريبات الجماعية مع الفريق، لكنه لن يكون ضمن العناصر الأساسية المشاركة. الأهلي سيعقد جلسة خلال الأيام القليلة القادمة مع كريم فؤاد من أجل تمديد عقده مع النادي. رسميا أحمد خالد كباكا لاعب شباب الأهلي ينضم لنادي زد لمدة موسم على سبيل الإعارة. عبد الله بوستنجي لاعب فريق الشباب ينتقل إلى زد بيع نهائي مع حقية الأهلي في استعادة اللاعب مقابل مبلغ معين. أعرض يوسف عفيفي لاعب وسط 2005 المميز إلى المقاولون العرب. رسميا إعلان قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 25 بتواجد المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين. وبنا أصحاب رجالة كانوا كلنا آخر خبر. حابب أفكر بالشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. أشوفكم في غير جديد. كان معاكم أخوكم أحمد الشاذلي.